ما قالوش انك انت مش هينفع انك تتعلم، ما قالوش ان الموضوع صعب، ما قالوش ان التعليم هيكون صعب بالنسبة لك، بس قال له حاجة واحدة بس. قال له انك انت مش هتصبر على اللي انت هتشوفه، يعني لن تستطيع معي صبر. ازاي هتصبر على شيء وانت ما تعرفش هو بيحصل ليه، او ايه المغزى منه من اللي انت هتشوفه ده؟ فانت مش تصبر معايا. قال له لا، يعني ان شاء الله هصبر معاك. قال له خلاص، طالما هتصبر معايا فنتفق اتفاق. لو شفت شيء ما تسألنيش عنه هو حصل ليه او بيحصل ليه غير لما انا اقول لك هو حصل ليه، يعني حتى احدث لك منه ذكرى. فمشيوا مع بعض، فلقوا سفينة المفروض ان هم كانوا هيوصلوهم لمكان، يعني الناس دي كانوا بيعملوا فيهم معروف. فسيدنا الخضر خرجها. سيدنا موسى شافه وقال له يعني انت بتخرج السفينة والناس بيعملوا فينا معروف وبيوصلونا. قال له احنا اتفقنا على ايه؟ قال له مش أنا قلت لك ان انت مش هتصبر؟ قال له خلاص، يعني ايه، انا هصبر معاك ومش هسأل تاني، مفيش مشاكل. مشوا شوية لقى غلام فقتله. قال له يعني ايه ده؟ انت قتلت نفسا؟ يعني كده، يعني كده ده الامر كده صعب، يعني تقتل نفس وغلام. قال له احنا قلنا ايه؟ مش اتفقنا ان انت تصبر معايا؟ انت مش تصبر. قال له خلاص، ما مش هسأل تاني، ولو سألتك عن شيء تاني فانا خلاص، يعني انا يعني ما ترافقنيش معاك تاني. مشوا شوية فدخلوا على أهل قرية، فطلبوا إن هم يدوهم أكل يأكلوهم. فأهل القرية قالوا لهم لا، مش هنأكلكم، لأنهم هم يعني ما بيضيفوش حد، يعني أهل القرية مش يعني ما لهمش في الكرم والضيافة والكلام ده. فلقى جدار يريد أن ينقض فأقامه. فسيدنا موسى بيقول له يعني الناس ما ساعدوناش في شيء، أنت بتساعدهم، المفروض إنك أنت تاخد أجر على اللي أنت بتعمله. قال له يعني ده كده فراق بيني وبينك، أنا دلوقتي هنبئك بما لم تستطع عليه صبرا. فحكى له بقى القصة إن هي السفينة كانت لمساكين ولازم إن أنا أعيبها عشان خاطر كان في حد، كان ملك موجود كان بياخد كل سفينة لو كانت كويسة. والغلام دوت كان لما هيطلع كان هيطلع، يعني كان أهله كان هيرهقهم طغيانا وكفرا. والجدار دوت كان تحته كنز